بسنت رضا عبد الحميد زهران، فرقة أولى. لسه عضو جديد في الأسرة. في الأول كنت داخلة أصلا الأسرة كده اللي هو زي ما صحابي قالوا لي بقى تعالي وفي تعاون والدنيا كويسة ومش عارف إيه، فدخلت. بعد فترة لقينا فيها أعمال، فكان طبعا في الأول كنت لسه مش عارفة أواصل ما بين الدراسة وما بين الأسرة، بس بعد كده لقيت إن الدنيا متعاونة عادي وهم كلهم بيساعدوني، مثلا لو أنا شفت في حاجة أو على سواء مثلا كانت الدراسة أو كده فيها حاجة فهم كانوا بيساعدوني فيها، أو سواء الأسرة نفسها كانوا بيساعدوني فيها. الأسرة كويسة جدا وبنتعاون كلنا مع بعض. من الوقت بدأنا مثلا نعمل شله حاجات عشان الناس تيجي. ممكن اقول لاصحابي على حاجه، في حاجات كانت بتفيدني على المستوى الشخصي اكتر من على مستوى الكليه. بس الاسره علمتني حاجات تانية اصلا، ان انا ازاي اتعامل مع الناس عموما، سواء كان بره او سواء كان ناس انا اعرفهم او ما اعرفهمش اول مره. اتحطيت في مواقف صعبه منهم، مثلا امبارح انا اتحطيت في 19 ان انا اقدم الايميل جوه، فجاه واحده انا ما كنتش اعرف. طبعا ترتيب الكلام، مع ان انا ازاي اتكلم قدام الناس دي كلها، ازاي ما اتوترش، كل ده علمني ان انا اصلا اعمل ده ازاي في وقت قصير. بس فكل اسره كبيره قوي على المستوى الشخصي وعلى المستوى العمومي.